ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل، صباح التفاؤل. صلوا على النبي كده وعملنا لايك كبير عشان الكرنب اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى ده كرنب التفريز. انا عايزه اقول لكم يعني في بدايه الفيديو كده، اللي بيسيبها على الله ربنا بيسهلها له قوي. تمام. عايزه اقول لكم انا اليوم دون، انا كان يوم خميس، انا كنت نازله. فقمت يعني الساعة 11 وكده. فعلى بال ما قمت صليت صلاة الصبح. تمام. و... وكده وقمت وعملت اللي ورايا. فأقول الساعة بقت 12، فببص لقيت الظهر جدا وانا لابسة خلاص ونازلة. فطبعا عندي يوم الخميس ده صعب ان انت تشتري اصلا ايه، اي حاجة. ف صعب يعني زي الكرومبو وكده، كل حاجة بتبقى بقى غالية ومش متوفرة واتاخدت. زي ما انتوا فاهمين بقى يوم الخميس بيبقى صعب شوية في الشراء الحاجة. المهم فايه قلت في عربية فول انا بحب اشتري منها. فول بيبقى طعمها حلو يعني وكده غير المطاعم. المهم فكنت ايه الراجل ده، لو انا ما روحتش الساعة 12 بالظبط انا مش هلحقه. تمام. صليته على النبي. ف لقيت الظهر ادن، قلت لا، انا لازم اصلي الظهر وايه واللي نصيبي فيه هشوفه. يعني لحقته ما لحقتوش ما لحقتوش. انا حبيت بس احكي لكم الموقف ده، لو اقول لكم الدنيا كانت ماشيه معايا سهله ازاي، حقيقي بجد والله. فالمهم رحت ايه، رحت مصليه ونزلت. نازله مش حاطه في دماغي ان انا اجيب كرنب للتفريز ايه يوم الخميس ده بالذات، لان انا عارفه ان انا هلاقيه اول حاجه غالي، تاني حاجه مش هلاقيه حلو. عايزه اقول لكم نزلت ببص لقيت واحد واقف بعربيه كرنب. وبكام الكرومباية؟ عايزة اقول لكم اللي انتوا شايفينها دي الواحدة عاملة 10 جنيه. كنت الاول لما باجي بجيبه 15، وبيبقى ايام عادية مش يوم خميس كمان. بجيبه ب20 كده يعني. فلقيت الراجل واقف والكرنب بتاعه صابح. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصته كله عروقته. زي ما انتوا قصدي يا ربي نضفته يعني وعملته زي ما انتوا شايفين كده. ده الورق الاخضر، بس مش اللي هو يعني ده اللي يتلف ويتحط في أرضية الحلة. أما اللي هو اللي تحت خالص اليماتي، أيوة ده يتحط بقى يتفرش في أرضية الحلة، مش يتلف. تمام. المهم نرجع بقى لكلامنا. لقيت الراجل واقف، فخدت منه 5 كرومبايات زي ما انتوا شايفين، الواحدة على 10 جنيه. ورحت برضو جبت قرنبيط هعملكم معاكم ان شاء الله في فيديو، بس ما قدرتش اعمله اثناء اللي بتاع ده الكرنب لاني حقيقي كان متعب قوي. انا بجيب لكم اللقطات اللي هي المفيدة، لكن بجد بيبقى بقية الفيديو بيبقى كله مشقة وتعب. تمام. المهم زي ما انتم شايفين كده انا سلقت، ما حطيتش ولا كمون ولا ملح لاني انا بنزل بشطفه بمية. زي ما انتم شايفين كده. ففي ناس بتسلقه بتاخده على طول ايه، للحلة. لا انا زي ما انتم شايفين كده، دي طريقتي فيه. ولو اللي سامعني دلوقتي تابعني وهيشوف طريقة جميلة قوي للكرنب، لتقطيع الكرنب. تمام. المهم ده طبق معايا كبير اهو، واسع، لاني ما شاء الله كمية كبيرة. تمام اهو بقى زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اوريكم الطريقة معاكم اهو، انا هحكي لكم بقى ومعاكم الطريقة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط كده. يعني اهو مش بفتحها، لا أو انا بدمها على جنبها، او زي ما انتوا شايفين كده. بس المهم لقيت ايه، برضو القرنبيط بسعر حلو، والراجل اللي كنت عايزة الحقه بتاع الكرنب لحقته. انتوا فاهميني؟ صليتوا على النبي. لحقته وتقريبا جبت كل حاجة، وتسهلت لي لاني بديت فرض ربنا، يعني بديت ان انا اصلي احسن من انا انزل الحق الشيء بتاعي. دي يعني المعلومة اللي انا عايزة اوصلها لكم اكيد انتوا فاهمينها طبعا، وفاهمين حاجة زي دي. بس انا حبيت ايه، طبعا انتوا متابعيني والناس اللي بتخش بتشرفني وبتنورني طبعا، والمتابعين الجدد على راسي.
ومشرفيني ومنوريني ومكتريني، وانتوا عيلتي الجديدة طبعا. آم، وان شاء الله كده نكبر بيكوا بإذن الله. صليتوا على النبي طبعا بقى. بصوا الطريقة اللي انا بعملها جميلة جدا ومريحة قوي، واللي حابب يعمل الكرنب مش هتبقى حاجة صعبة. وبحطها فوقيها وبقيس وبعمل زي ما انتوا شايفين. عادي لو جت حتة اكبر من حتة مفيش مشكلة. تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بس انا ما بسلقش الكرنب قوي لانه ما تنسوش ان ده هيتفرز. طبعا ده ان شاء الله لرمضان باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده. وبروح برضو خرطاه اهو. حسب بقى ما انت بتحبي الورقة كبيرة صغيرة، هتعملي بقى حسب ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين. صليتوا على النبي. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هعمل معاكم واحدة كمان عشان تشوفوا الطريقة. طبعا بقى ايه يعني برضو وانتوا بتسلقوه بالراحة عليه عشان تعرفي تعملي الطريقة اللي انا بعملها دي. لكن لو الكروم بتهرى منك انت مش هتعرفي تعملي الطريقة بتاعتي دي. ولو انتوا تاخدوا بالكم ان الورقة متماسكة، لان هي لسه هتخش الفريزر فهتستوي تاني. تمام. او زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقطع منين من يمادي كده اهو. بصوا انا شايفة ان الكاميرا موضحة كل حاجة اهو. يعني شايفة ان كل حاجة متوضحة خالص. بصوا ان هو مش مستوي قوي كرنب. ما بيتقطعش بسهولة لو تاخدوا بالكم. بصوا ما بيتقطعش بسهولة. فلازم ان انا ما اسويهوش قوي. عكس طبعا ما انا يعني هسلق وهاكل دلوقتي. لكن لا دي هفرزه في قلب الفريزر. هو بيبقى يوم كله تعب وارهاق جامد. بس بعد كده هيبقى يعني ان شاء الله يعني على خير. راحة. تمام. عايزة اقول لكم بجد تعبت جدا. يعني انا بجيب لكم اللقطات اللي هي فيها فايدة او افادة. في ناس بقى بتفضل تسوي. انا حبيت اوريكم الطريقة دي. وبتفضل تحنتف فيه من هنا ومن هنا. يعني اللي هو بقى ايه يعني يشيلوا الحتة دي بس حرام خسارة. دي بتتلف في اول صباع المحشي طبعا ستات البيوت اكيد فاهمين يعني اللي انا بقوله. بدل ما انا اقطعها كده وارميها. طبعا كنت بقول لكم هخلص وهرجع الكمية دي وارجع لكم تاني. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين انا عبيته كله في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. انا ماليه الطبق على اخره. وبحطه في كيس. لان عندي الورق الاسترتش مش هيكفي. عملوا معايا حوالي اللهم صل على النبي 11 طبق. عايزه اقول لكم كان هيعمل اكتر من 11 طبق. بس يعني انا عايزه الطبق مليان. انتوا فاهميني اللي هو ما اطلع هو واحد. طبعا ده ورق اخضر هيبقى يتفرش في ارضيه الحله. يعني كان ممكن الكميه اللي انا جايباها دي ما شاء الله الخمس كرومبايات. بس عايزه اقول لكم ما كانوش كلهم قد بعض. في اكبر في اصغر كده يعني. دي الورق الاخضر اللي هيتفرش في ارضيه الحله. تمام. في كل طبق كنت بحط له ايه القطعه بتاعته. بصوا بقى زي ما انتم شايفين اهو. صليتوا على النبي. طبعا اللهم بلغنا رمضان. ده الورق اللي فاضل الاخضر. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. وانزلوا كده وصلوا على النبي في الكومنتات. و